في عالم غارق في الفوضى حيث تجتاح الوحوش المدن ويتساقط الأبطال واحد تلو الآخر، ولكن ولد رجل واحد لا يقهر، لا ينكسر، لا يهزم. بضربة واحدة فقط تكفي لإسقاط أقوى الأعداء ولتدمير أقصى تهديد، لكنه لم يطلب المجد ولا يسعى خلف الشهرة، وكل ما أراده قتال يشعر روحه. لكن ماذا تفعل حين تصل للقمة، حين لا يبقى أحد ليقف في وجهك؟ هذا هو سيتاما، الرجل ذو اللكمة الواحدة. ده هو سيتاما، شاب كل ما بيقدم على وظيفة بيتم رفضه، وفي إحدى الأيام هو راجع من الشركة اللي رفضته بيقابل الوحش دوت قدامه اللي بيسأله عن طفل صغير دقنه كبيرة، بس سيتاما أصلا مش معاه علشان بيفكر إزاي هيقدر إن هو يعيش وهو مش عنده وظيفة. وهو غرقان في تفكيره كده الوحش دوت بيقرب عليه وبيقول له على فكرة واضح كده من عينيك إنك حزين، علشان كده أنا مش هقتلك ودوت لأني هروح أدور على الطفل اللي رسم عليا وأقطعه الأشلاء. وسيتاما وهو ماشي كده بيتفاجأ بالطفل اللي دقنه كبيرة، وهو بيقول الطفل دوت في مأزق أنا لازم أنقذه، بس للاسف الوحش شافه وبيهجم عليه، ولكن سيتاما على اخر لحظه بيقدر ان هو ينقذه. وبعدها بقى بيسال الوحش انت ليه عايز تقتل الطفل دوت؟ فدوت بقى بيعرفوا ان الطفل دوت فضل يتريق على منظره، واي حد يتريق على منظري انا بته، لذلك انا لازم اقتل الطفل دوت. سيتاما بيقول له للاسف انا هحمي الطفل. يبقى انت كده جنيت على نفسك بالموت، وبيدوا ضربه بيطيروه. ولكن سيتاما بيقوم مره تانيه وبيقول صح انا ما كنتش عايز اكون موظف، انا عايز اكون بطل بيحمي الناس. لذلك بيستجمع شجاعته وبيقول للسلطان انا عايزك تقاتلني، فبيقول له تمام، وبيفضل يضرب فيه وسيتاما مش عارف يعمل معاه اي حاجه. ايها الكائن الوضيع انت مش ند ليا. بس سيتاما ساعتها بيتفادى الهجوم بتاعه وبيربط الكرافته في عينيه وبيشدها، وكده قدر ان هو يقتله. ودوت اول وحش سيتاما يقتله في حياته، ومن بعدها فضل يتدرب عقبال لما كسب قوه مهوله. وبسبب القوه ديت اي وحش كان بيعيش في الارض فسادا كان اخره بنيه من سيتاما. بس على الرغم ان هو بقى بطل زي ما هو كان بيحلم، ولكن سيتاما حاسس بالملل. ودوت رجع لان سيتاما اي وحش بيقف قدامه اخره ضربه بس منه. وفي احدى الايام كده هو بيشتري اكل من السوبر ماركت دوت بيظهر عملاق بيدمر السوبر ماركت بالكامل. والغريب في العملاق دوت ان هو مش وحش، لا دوت عباره عن بشري متحول. اخوه عمل عليه تجربه لان هو كان عايز يكون اقوى راجل في العالم، وفعلا التجربه نجحت واخوه بقى عنده قوه مدمره. وهو بيقول انا العلم وانت القوه، احنا هنسيطر على العالم. بس بعدها بيتفاجئ لما بيلاقي سيتاما واقف على كتف العملاق بيتضايق وبيحاول ان هو يقتل سيتاما، بس بالغلط بيقتل اخوه. طبعا بيتضايق وبيفضل يهجم على سيتاما بهجمات مدمره لدرجه ان هو بيعمل ثقب في الارض. ولكن دوت مش بيأثر على سيتاما تماما، وبيخرج كده وبيديله بنيه كالعاده بيقتله تماما. ودوت اللي مضايقه جدا وبيقول هو انا ليه بهزم الوحوش بضربه واحده؟ هو انا ليه ما بقتش احس بالاثاره؟ انا مع الوقت كده بحس ان مشاعري بتتلاشى، الخوف، التوتر، الغضب، الفرحه، الحاجات ديت انا ما بقتش احس بيها. هو انا ما بقتش انسان ولا ايه؟ ولا دوت رجع اصلا بسبب القوه المهوله اللي انا كسبتها؟ الوحش دوت بيكون جنبه وعمال يهيط، بس دوت بيديله بنيه كالعاده بيدمره. الخوف، الهلع، الغضب، كل دوت انا بقيت انهيه بضربه واحده، ما بيلاقيش اي فايده من التفكير فبيروح ينام. بس الصبح بيتفاجئ ان في حد بيهجم عليه، لا وكمان بيدمر البيت بتاعه. الوحش ده بيجي عند سيتاما وبيديله بنيه بيطيره، وسيتاما بدا ان هو يحس بالحماس. الوحش ده بيقول انت المفروض تكون خايف دلوقتي علشان احنا قضينا على 70% من سكان الارض، يعني الدور جاي عليك. بس سيتاما بيديله بنيه بيخلصوا تماما وبيكمل بقى على الباقي. هما بيتقاطعوا عليه بس دوت مش بيفرق معاه علشان اي حد اخر واحده منه بيطيروه. قائد الوحوش اول لما يشوف اللي بيحصل دوت بيهجم على سيتاما وبيقدر ان هو يدمر المكان، وبيكون فاكر ان هو قضى على سيتاما. بس دوت بيخرج وبيقول انا هحمي الارض منكم ايها الاشرار، وبينطلق عليهم وبينزل رجم فحت فشخ فيهم. وبيقول الشعور دوت ايوه انا بقيت احس بالخوف، هل بكده رجع لي حواس الخمسه من تاني ولا ايه؟ بس ساعتها بيسمع صوت منبه، ايوه دوت كان حلم يا صديقي. وبعد كام يوم في سرب بعوض هجم على المدينه زد اللي سيتاما عايش فيها، وعلشان سيتاما بيكره البعوض فضل قاعد في بيته وكان عمال يلاحق اي بعوضه موجوده في البيت. بس الغريب على الرغم ان سيتاما سرعته كبيره ولكن مش قادر ان هو يمسك ناموسه يا صديقي. وبنعرف بقى ان البعوض اللي هجم على المدينه زد دوت مش بعوض عادي، علشان البعوض دوت بيهجم على الناس وبيشفطهم وبعد كده بيودوهم عند الملكه بتاعتهم، اللي كل ما الكميه بتاعت الدم تزيد هي قوتها بتزيد. وهي عماله تزيد في قوتها كده في حد بيهجم عليها وبيقول لها انا اول لما شفت البعوض عرفت ان البعوض دوت مش بعوض عادي، وانت الملكه بتاعتهم، انا اول لما اخلص عليكي ساعتها هم هيموتوا. فهي بتقول له هات اللي عندك وبتهجم عليه، بس دوت بيقدر ان هو يحرقهم في لمح البصر، وبيقول لها انا هبيدك. فهي بتقول له هات اللي عندك، والمعركه ما بينهم بتبدا وهي
هجمه من هنا على هجمه من هنا، بس في الاخر ملكه البعوض بتقدر ان هي تخلع ايده. هي لسه بتكون هتفرح ولكن دوت بيكون خلع رجلها الاثنين. هي هنا بتفهم ان المعركه ديت لو استمرت هي هتموت، علشان كده بتطلب من البعوض ان هم يشفطوا دم البشر لانها عايزه تزيد من قوتها، وبالفعل بيعملوا كده وقوتها بتزيد بطريقه مهوله. الشخص اللي بيقتلها اللي بالمناسبه بيكون اسمه جينوس، اول لما بيلاحظ ان البعوض زاد كتير جدا حوالينه فبيقرر ان هو يدمرهم، وبهجوم ناري بيبيدهم عن بكره ابيهم. بس هي ما بيكونش حصل لها اي حاجه، وبتقول له زي ما انت شايف كده انا قوتي زادت جدا، وفي لمح البصر بتختفي وبتظهر من وراه، وبتقدر ان هي تصيبه في بطنه. وهم عمالين يدبوا في بعض كده سايتاما بيظهر وهو بيجري ورا الناموسه ديت علشان يقتلها، بس مش عارف. اما جينوس بقى في اللحظه ديت عمال يتضرب، هو بيقول انا استهترت بيك زياده عن اللزوم، وانت قوتك زادت وانا مش قادر ان انا اغلبك، علشان كده بيفعل التدمير الذاتي. لسه بيكون هيفجر نفسه ولكن سايتاما بيدي للبعوضه قلم حرفيا بيقتلها، وبيقول انا بكره البعوض. جينوس اول لما بيشوف قوته الفتاكه دي بيقول له انا عايز اكون تلميذك، فبيقول له تمام. وبعدها فعلا بيروح له بعد ما عالج جسده. سايتاما اول لما بيشوفه بيقول له ايه ده يا ابني انت كنت مدمر ساعتها، ازاي قدرت انك تعالج جسدك؟ فده بيعرفه بقى ان معظم جسده عباره عن آلي، وانا لو ايد او رجل او اي حاجه اتقطعت مني بقدر ان انا اصلحها بنفسي. وعلى الرغم ان جسدي اغلبيته معادن ولكن انا لسه بشري، وانا سن 19 سنه وقبل 4 سنين كنت انسان زيك، وكنت عايش مع عيلتي حياه هاديه. بس ساعتها في واحد نصف آلي جه دمر البيت بتاعنا بالكامل، وعيلتي كلها ماتت وانا كنت الناجي الوحيد، وكنت مصاب جدا. بس ساعتها قابلت دكتور قلت له عالجني وحول جسدي الآلي علشان انتقم لعيلتي، وانا دلوقتي بنتقل من منطقه المدينه عقبال لما الاقي الشخص اللي دمر عيلتي، وكمان بحارب الاشرار اللي بيظهروا قدامي. بس انا اكتشفت ان انا لسه ضعيف، علشان كده ارجوك علمني، علشان انا لازم انتقم. سايتاما بعد الكلام الكتير دوت بيكون جاي له جلطه في دماغه باين عليه ان هو يقول له غرف داهيه، بس بعدها بيقول له انت عجبتني علشان كده انا هخليك تلميذ ليا. فبيقول له انا مستعد في اي لحظه، وانا دلوقتي رصدت شرير هيهجم عليك دلوقتي من ورا. وبالفعل بس سايتاما بيديله بنيه بيدمره، ولكن بيكون في 2 تانيين مستنيين تحت، بس سايتاما بينزل وبيخلص عليهم. جينوس بيكون هيحيي سايتاما ولكن في مدرع بيظهر من وراه، وبتبدا المعركه ما بينهم. جينوس بيهجم عليه بهجوم مدمر، بس دوت بيخرج ولا كأن في اي حاجه. جينوس بيحاول يطلع منهم شويه معلومات علشان بيلاحظ ان الاشرار دول جايين علشان سايتاما، بس المدرع ما بيدلوش اي اجابه. اما بقى عند سايتاما في اللحظه دي بيظهر له الوحش دوت اللي بيقول له انت الهدف، انت هتموت هنا ودلوقتي. بس سايتاما مش مديله اي تعبيه، فدوت بيقول له انت مش خايف مني ولا ايه؟ سايتاما بيخرج وبيقول له بص يا معلم ديت فرصتك الاخيره، يا اما تعتذر دلوقتي يا اما هقتلك. الوحش طبعا بيكون مستغرب هو سايتاما مش خايف منه ليه، لذلك بيستخدم قوته وبيفضل يهجم على سايتاما هجمات سريعه جدا علشان يخليه يخاف منه. بس سايتاما بيهجم عليه باللكمه العاديه، وديت كانت كفيله ان هي تدمره، ودوت طبعا اللي بيضايقه جدا. وجينوس في تلك الاثناء بيكون خلص على المدرع اللي كان بيهجم عليه، وبعدها بقى بيساله انت اللي هجمت من 4 سنين على مدينه ودمرتها؟ فبيقول له لا. فجينوس بعدها قال له طب ايه مركز التطور اللي انت جاي منه؟ فدوت عرفه بقى ان زمان كان في بشري كان عايز يخلي البشر قوتهم كبيره جدا، ودوت من خلال ان هو يحولهم لآلات، بس طبعا ما حدش دعمه في المشروع بتاعه، وفضل شغال لوحده لمده 70 سنه، وفي النهايه المشروع بتاعه نجح. واول حاجه لازم يعملها دلوقتي ان هو يستعيد شبابه، وبالفعل عمل كده، وكمان استنسخ نفسه. وبعدها بقى عمل مركز التطور وخلى النسخ بتاعته تساعده في البحوثات بتاعته اللي كان بيعملها على البشر والحيوانات. ودوت الدكتور اللي حولني الآلي، وعلى فكره اسمك شبه اسمه لان اسمه هو جينوس، وهو كمان اللي بعت سيدة البعوض علشان تهجم على المدينه زد. ولما شاف سايتاما بيقتلنا بسهوله بعتنا ليه علشان نجيبه له، علشان سايتاما عنده قوه مهوله وغير بشريه. سايتاما بيقول هو عايزني صح، نرفضه يلا يا جينوس نروح له لهناك. فبيقول له يلا، وبالفعل بيوصلوا عند مركز التطور اللي بيكون عباره عن مبنى. جينوس ما بيستناش وبيدي هجمه للبيت حرفيا بينسفوا، ولسه بيكونوا هيمشوا ولكن بيلاحظوا كابو فبيقرروا ان هم ينزلوا. وعند العالم تحت اللي بيكون عارف ان ممكن سايتاما يجيله في اي لحظه، لذلك بيستدعى اقوى وحش عنده هو كابوتو الشيطاني. جيسون بيقول انا كنت عايز اخرجك من بدري بس انا مش قادر اسيطر عليك، لا وكمان انت مضطرب. ايه حقير زيك عايز يسيطر على واحد قوي زيي؟ طب دوت ازاي يعني؟ جينوس بيقول انا هعمل معاك صفقه، وهي ان في واحد دلوقتي جاي يقتلني علشان كده انا عايزك تدافع عني، بس اهم حاجه ما تفرتكوش، انا عايزه حي او ميت، وفي المقابل انا هخليك تقتل زي ما انت عايز من النسخ بتاعتي. فبيقول له تمام، وبالفعل بيتحرك على جينوس وسايتاما، واول لما بيشوفهم بيدي واحده لجينوس بيلزقوا في الحيطه، وبعدها بقى بيقول لسايتاما المكان هنا ضيق علشان كده تعالى نروح لساحه القتال بتاعتنا. فبيقول له تمام. لسه المعركه ما بينهم هتبدا ولكن جينوس بيخش عليهم وبيقول لسايتاما انا اللي هقتله الاول. فبيقول له اتفضل، وعلى طول بينتلك على كابوتو وبيفضل يهجم عليه بهجمات صاروخيه، بس دوت مش بيتاثر وبيديله كف بيوديه عند سايتاما. جينوس مش بيستسلم وبيهجم عليه باقوى هجوم عنده هو النار، بس دوت بيطفي النار بتاعته بمجرد نفخه. وسايتاما بيقول له على فكره انت حمستني. اما العالم جيسون بقى وفي تلك الاثناء بيقول انا من صغري وانا على الطريق وكله احترف بموهبتي، والخطه بتاعتي هي تطوير الجنس البشري، انا هصنع النسل الجديد من البشر الا وهم الذكاء الاصطناعي، وعلشان اعمل كده انا محتاجك يا سايتاما، ومهما كانت قوتك انت مش تقدر انك تهزم الوحش كابوتو.
بيقولوا سايتاما اخيرا اتحرك وكابوتو بيتحرك بسرعه خرافيه وفي لمح البصر بيظهر من ورا سايتاما لسه بيكون هيهجم عليه ولكن دوت بيخاف وبيبعد عنه وبيقول انا لو كنت هجمت عليك في اللحظه ديت انت كنت فرتكتني انت ازاي اكتسبت القوه المهوله ديت بيقول له انت عايز تعرف تمام انا هعرفك جينوس استمع ليا كويس اولا هتعمل 200 ضغط و200 بطن ومن ثم 200 كفوساء وبعد كده بقى هتجري 10 كيلومتر وبعد سنه ونص انا صلعت من كتر قوتي هو دوت بقى سر قوتي المهوله جينوس بيقول له انت عبيط مستحيل انك تكون كسبت القوه ديت من التدريب دوت صدقوا ما تصدقوش ديت فعلا الحقيقه كابوتو بيقول له انت بتستهزأ بينا مش كده انت ضايقتني علشان كده انا هموتك وبيخش في نمط اسمه سفك الدماء انا كده فقدت السيطره على عقلي بالكامل وافضل هايج لمده اسبوع بالكامل فانتوا في اعداد الموتى وبقوم بيتلك على سايتاما وبيديله واحده بيطيروه وبيكمل عليه بلاكمات صاروخيه وسايتاما بقى في اللحظه دي بيقول فعلا انا ارتكبت خطا الوحش دوت هيستمر هايج لمده اسبوع لغايه يوم السبت كمان صح انا مش هسمح بكده وبيضرب 100 حرفيا بيبيدو تخيل بقى بدولي بسرعه علشان النهارده السبت والمتجر اللي جنبهم عامل تخفيضات انا ما ينفعش افوت العرض دوت يلا يا جينوس فبيقول له يلا وبيخرجوا من الحيطه وبيكملوا في طريقهم العالم اول لما بيشوف قوه سايتاما بيقول خلاص انا هوقف الابحاث بتاعتي وتاني يوم بقى بنشوف مجموعه الصلع دول وهم عاملين مظاهرات القائد بتاعهم بيتكلم وبيقول هو ليه احنا لازم نشتغل كل يوم على الرغم ان في ناس هنا في المدينه معاها فلوس كتيره جدا وما بيشتغلوش حتى ليه احنا ما بنساعدش بعض علشان كده انا هغير النظام بتاع العالم طبعا ما فيش اي حد بيعبرهم بسبب الكلام اللهبل اللي هم بيقولوه لذلك بيقرروا ان هم ينتقلوا للخطه الثانيه الا وهي ان هم يقتلوا اغنى شخص في المدينه ديت اللي اسمه زنور بيروحوا عند البيت بتاعه بيقرروا ان هم يدمروه الاول وبالفعل بيدمروه نروح بقى لسايتاما اللي بيسمع في الاخبار عن المجموعه الارهابيه ديت المذيعه بتكمل كلامها وبتقول المجموعه ديت متكونه من 20 راجل اصلع علشان كده اي حد يشوف واحد اصلع قدامه ياخد بعضه ويمشي سايتاما اول لما بيسمع كلمه اصلع فبيقرر ان هو يبيد المجموعه ديت علشان كده هم هيسببوا له المشاكل والصلع لغايه دلوقتي عمالين يدمروا في المدينه بطل العجله بيجي لهم وبيحاول يتصديهم ولكن هم بيجيبوه على الارض في لمح البصر وبيكملوا في طريقهم نروح بقى لزنين ايه المستهدف يا صديقي اللي بيكون مع الحارس بتاعه سونيك اللي بيقول له انا هتكفل بيهم طالما انك بتدفع لي فلوس وبالفعل بيظهر عندي مجموعه الصلع وفي لمح البصر بيقدر ان هو يفصل راسهم عن جسدهم بسرعه خارقه ومحدش قادر ان هو يوقفه كل اللي بيعمله سونيك ان هو بيضحك وفي النهايه بيقدر ان هو يقضي على الكل الا القائد بتاعهم اللي بيتضايق طبعا وبيفضل يهجم عليه بالصخور اللي في المكان بس ده سرعته الخرافيه بيتفاداه ومفيش اي حاجه بتصيبه قائد الصلع اول لما بيلاحظ ان هو ما قداموش اي فرصه قدام سونيك فبيمسك الشجره ديت وبيحاول ان هو يقتله من بعيد بس دوت بسرعته الخرافيه بيقدر ان هو يصيبه بشلجن في دماغه وبيجيبه على الارض وسونيك بيكون فاكر ان هو قتله بس في لمح البصر قائد الصلع بيختفي ايوه دوت ما تاثرش تماما بسبب قوه دماغه وهو بيهرب كده بيقابل سايتاما قدامه بيقول لسايتاما انت منضم للمنظمه بتاعتنا مش كده فدوت بيقول له لا انا بطل انتوا اشرار يبقى انا لازم اقتلكم فدوت بيستخدم البدله بتاعته وبيهجم عليه هجوم فتاك بس كالعاده ما بيتاثرش تماما صلع بيتضايق وبيستخدم قوته كامله في الهجمه دي بس سايتاما بيصدها وفي الاخر بيديله ب100 واحده بيدمر البدله بتاعته طبعا دوت بيعمل ايه بيفتح سبرنت يا معلم هو بيقول خلاص انا هرجع للبيت بس فجاه بيلاقي سونيك قدامه قاعد انت صديقي بتتفرج على الفيديو ومستمتع وبتكمله للاخر كمان ولا عامل لايك ولا عامل اشتراك طب دوت ينفع فضلا وليس امر انزل اعمل لايك واشتراك ويلا بينا نكمل اللي بيكون فاكر ان هو من المجموعه الارهابيه بس سايتاما بيقول له انا مش منهم بس دوت مش بيصدقه وبيفضل يهجم عليه بس دوت بيصد بكل سهوله وبيقول له انا مش معاهم انا بطل انا مش معاهم بس انا ما سمعتش عن اسمك هنا سايتاما قلبه بيتحطم تماما سونيك بيكمل كلامه وبيقول انت صدت لي 2 من الشرجين وديت اول مره تحصل وطالما انا قدرت تصدهم يبقى انت لازم تموت هنا ودلوقتي وبيتحرك بسرعه خرافيه سايتاما بيقول له سيبك من موضوع الكبرياء والكلام دوت انت كذاب انت عايز تستخدم مهاراتك عليا ودوت واضح جدا من ابتسامتك صح انا عايز اقتلك وبيتحرك بسرعه خرافيه وبعد ما بيفعل تقنيته بيهجم على سايتاما بس سايتاما بيقول له خلاص النزال انتهى وبيجهز قبضته وسونيك اللهبل بينزل عليها اقش بيض وبعد 5 دقايق من الاستراحه سونيك بيعرف عن نفسه وبيقول له انا نينجا محترف ومحدش كان بيقدر ان هو يصد هجماته ولا حتى يشوفني وانت اول واحد يعمل كده لذلك انا همشي وهتدرب وبعد كده هجيلك علشان اهزمك يبذل قصارى جهدك وانا مستنيك في اي وقت وبالليل بقى بنشوف سايتاما وهو قاعد مع جينوس اللي بيقول له انا هتكلم النهارده معاك بصراحه علشان في موضوع مضايقني انا بقالي 3 سنين بحارب الاشرار ومحدش عارف هويتي انت متخيل انا محقت عدد لا يحصى من الوحوش ومن المنظمات ومحدش قبل كده قال لي هات توقيعك انت عارف سونيك قال لي ايه اللي انا ما سمعتش باسمك تماما جينوس بيقول هو انت مسجل اصلا في برج الابطال ايه برج الابطال دوت انا ما سمعتش عنه فده بقى بيعرف ان هو لازم يسجل في برج الابطال علشان لما تهزم اي وحش مجموعه الابطال تنشر اسمك وبكده انت هتكون مشهور فبيقول له يلا
يلا بينا نسجل. وبالفعل بيسجلوا اسمهم، وتاني يوم بيروحوا لبرج الابطال علشان يخوضوا الاختبارات. وعند الاداريين بقى اللي بيسمعوا ان جينوس هينضم ليهم النهارده، وبيكونوا فرحانين جدا. ودوت راجع لان قوه جينوس كبيره جدا. نروح بقى للاختبارات، واللي هناك كلهم بيكونوا عمالين يتريقوا على سايتاما علشان هو قصير. هو قصير ولكن يحير. اول اختبار بيعدي بامتياز. رفع الاثقال، الملاكمه، السرعه، سرعه البديهه، كله ممتاز. وكده الاختبار خلص وناقص النتيجه اللي بتطلع، وجينوس بيكون قفل الامتحان بالكامل. لا وكمان هو من الراتبه اس، اعلى رتبه فيهم كلهم. اما سايتاما بقى بيكون مصنف من الراتبه السي، اقل رتبه تماما. المهم جينوس بيعرف سايتاما ان هو عمل مقابله مع رؤساء المنظمه اللي سالوه هو انت اللي دمرت المبنى بتاع العالم جينوس مش كده؟ قال لهم هم اول لما اتاكدوا ان هو اللي عمل كده صنفوه من الراتبه اس. وهنا بنفهم بقى هو ليه رتبته اعلى من سايتاما. وبعد كده بقى سنيك بيعرف سايتاما وجينوس عن كل حاجه في المنظمه. انتوا دلوقتي ابطال، لازم تحموا البشر من الاشرار مهما يحصل. بس دول اصلا ما بيكونوش معاه وبيسيبوه وبيمشوا. جينوس بقى بيعرف سايتاما ان اللي اسس منظمه الابطال دوت شخص مليونير، وهي متاسسه من 3 سنين، وهو عملها اصلا علشان في شخص حمى حفيده من الاشرار. بس كالعاده سايتاما مش معاه، وبعدها بقى بيسيبه وبيمشي. وبيكون عمال يفكر ازاي جينوس اللي هو تلميذه اعلى منه في الرتبه. وهو غرقان في تفكيره كده سنيك بيطلع له وبيقول انا بتحداك علشان اقيم قوتك، وبيهجم عليه. بس سايتاما طبعا بيديله بنيه بيجيبه على الارض وبيكمل في طريقه. وتاني يوم بقى في الجبال جينوس بيعرف سايتاما ان هم دلوقتي الاتنين اتسجلوا في منظمه الابطال. وعلشان يهون على سايتاما بيقول له ما تزعلش علشان انت من الراتبه سي، انت كل ما تقتل اشرار واسمك يتردد ما بين الناس انت كده رتبتك هتزيد، لذلك ارجوك ما تزعل لان التدريب بتاعنا دلوقتي هيبدا. فبيقول له هات اللي عندك يا جينوس. جينوس بياخد الوعيه بتاعته وفي لمح البصر بيكون جنبه، بيهجم عليه برجله بس هو بيتفاداها. فضرب بيطير وبينزل عليه بكل سرعته، بس بيتفاداها بالطيران. جينوس بيهجم عليه بالنار بس كالعاده بيتفاداه. في النهايه بيستخدم السرعه والقوه الغاشمه في الهجوم دوت، وعمال يهجم على سايتاما بهجمات صاروخيه بس مفيش اي حاجه بتصيبه. وجينوس بيلاحظ ان سايتاما بيلعب معاه مش واخد التدريب دوت على محمل الجد، لذلك ما تتهاونش معاه واستخدم كل قوتك كده. هو بيقول له تمام، وفي لمح البصر بيظهر قدامه. جينوس لسه بيكون هيستوعب ولكن دوت بيظهر من وراه. هو بيهجم عليه بنيه الموت. جينوس في اللحظه ديت ادرك ان هو خلاص هالك، بس دوت ما بيسيبوش وبيقول له بص انا التدريب تعبني، يلا بينا نروح ناكل. جينوس بيبص وراه وهنا كانت الصدمه. الجبل اللي كان وراه حرفيا اتنسف. انا شكلي كده ان انا مش قادر ان انا اوصل لمستواك. وراحوا بعدها ياكلوه. وهنا جالهم واحد اسمه اميموس وهو مشهور جدا، وقال لجينوس انا بطل من الرتبه وانا جيت هنا اصلا علشان اتعرف عليك. وبيسيبه وبيمشي. اما جينوس بقى بيقول لسايتاما انا هاجي لك بكره، وبيكون متضايق جدا. وبعدها بقى بيروح عند الدكتور جوسين اللي عالجه قبل ما يموت وعرفه على قوه سايتاما المهوله. وواضح كده ان هو بيغير منه. جوسين بيقول له ما تتضايقش علشان انا دلوقتي عمال اطور في المعدات بتاعتنا، وانت في يوم من الايام هتوصل لمستواه. وبعد 5 ايام بقى جينوس بقى مقيم عند سايتاما، وسايتاما ما بيكونش عارف يقول له ايه علشان هو دلوقتي طالب منه ان هو يعلمه. بس سايتاما اصلا مش عنده اي حاجه يعلمها لجينوس، فمش عارف يقول له ازاي الغور في داهيه من البيت بتاعي. جينوس بيقول له انت بطل من الراتبه السي، لازم تعمل مهمات لانك لو ما عملتش مهمات لمده اسبوع انت كده هتتشطب كونك بطل. فده بيصرخ فيه بيقول له مفيش اي وحوش ظهرت. طب انا هقاتل مين؟ انت بطل من الراتبه السي يعني المهمات بتاعتك سهله. ده بيلبس هدومه وبينزل بقى علشان يساعد اي حد. طب بالنسبه لتدريبي جينوس انت عباره عن سايبورغ، فالتدريبات البدنيه ملهاش اي لازمه بالنسبه لك. انت لازم تفكر، لازم تشغل مخك. باختصار يعني سيبك من التدريبات، انت لازم تدرب عقلك. وسايتاما بيقول في نفسه طبعا دوت مش غبي علشان يصدق الكلام اللهبل اللي انا لسه قايله له، ولكن دوت اغبى منه وبيصدق الكلام وبيقول له تمام انا فهمت كل حاجه كويس جدا. اقتنع بالكلام اللهبل وبينزل تحت الشارع ويبدا ان هو يدور على اي حد يساعده زي المجنون حرفيا. بس المشكله ان هو ملاش اي حد يساعده، وهو بيقول اخري بكره يا اما هطرد من برج الابطال، انا لازم اساعد اي حد. بينزل بكره المدينه وبرضه مفيش اي حد يساعده. بس في لحظتها بيظهر له سونيك اللي بيقول انا اتدربت، انا عايزك تقاتلني. معلش انا عندي مشاغل ابقى اقاتلك بعدين. انت ازاي تتجرأ انك تتجاهلني كده؟ وهم بيتحرك في لمح البصر وبيكون قدامه لسه بيكون هيسيبه، ولكن سايتاما بيدمر السيف اللي معاه. وهنا ادرك ان هو لو قتل سايتاما هيموت. وهم بيتخانقوا كده الشخص العملاق ده بيجي عند سايتاما وبيقول له هو انت شكلك يخوف ليه كده؟ هو انت ارهابي يلا ولا ايه؟ فدوت بيقول له لا انا مش ارهابي انا بطل، محدش سمع عنك يعني. وكالعاده بيتدمر من جوه. سونيك ما بيعجبوش اللي بيحصل دوت فبيهجم على العملاق دوت بيجيبه على الارض. انت ايه اللي عملته دوت يا سونيك؟ هو كان بيعيقنا. انا عايز اقتلك ايها البطل سايتاما. وبيهجم عليه بسرعه قويه جدا وبتبدا ان هي تدمر في البيوت. العربيه دي بتكون هتنزل على الطفل بس دوت بيحاول. انا مش لاقي شرير ازاي ايه ده صح؟ طب ما سونيك شرير اتحلت يا معلم. وفي ثانيه لثانيه بيكون وراه بيدور واحده بيجيبه على الارض كده. المهمه بتاعته خلصت. ومنظمه الابطال عرفوا باللي حصل وما مسحوش سايتاما لانه قدر ان هو يحسن سونيك الملقب بالنينجا القاتل. وبعدها بقى كلهم اجتمعوا علشان المنطقه زي دي فيها منطقه مهجوره وفيها وحوش خطيره جدا، وهم عايزين يحرروا المنطقه ديت علشان يقدروا ان هم يعيشوا فيها. لذلك بيبعتوا 2 من الابطال. الاول اللقب بتاعه ذو الشارب الملفوف، اما الثاني بقى اللقب بتاعه مصاصه. بيوصلوا عند المنطقه وبيخشوا جوه وبيفضلوا يدوروا على الوحوش
الوحوش، وبالفعل بيقابلوا الوحش دوت. وفي تلك الاثناء بقى جينوس بيحس بيهم بس ما بيرضاش ان هو يتدخل، وبيفضل يغسل في القعده بتاعت الحمام. المهم بنرجع للاثنين مره ثانيه. الاول بيهجم عليه بس ده بتقدر ان هي تصد السيف تحته بكل سهوله، وفي لمح البصر بتمسكه وبتفضل تضرب في عقبال لما بتجيبه جثه على الارض. التاني ذو الشارب بيستدعى السيف بتاعه. الوحش بيفضل يهجم عليه بس ده بيقدر ان هو يتصدى لكل هجماته، بس السرعه ما بينهار وبيقع على الارض. وبينما سايتاما راجع في الطريق بيتفاجأ بالوحش قدامه وهو جاي من البقاله. الوحش اول لما بيشوفه بيهجم عليه. سايتاما بيقول صح انا نسيت ان انا اجيب الطحالب، فبيهزم الوحش وبياخد منه الطحالب وبيروح يطبخها. والسلام على روقانك يا معلم، في 2 ماتوا دلوقتي. وفي تلك الاثناء منظمه الابطال ما بتكونش عارفه هو مين اللي قتل الوحش دوت، لذلك بيبعتوا ابطال علشان يحققوا في الموضوع بس بدون اي فايده، وكل اللي لاقوه بيت مدمر بطريقه مش طبيعيه. وفي غروب الشمس بقى الباحثين بيلاحظوا ان في نيزك هينزل على المدينه زد، والنيزك دوت كفيل ان هو يدمرها بالكامل. فمن منظمه الابطال من مقرهم الرئيسي في المدينه ايه بيستدعوا كل ابطال الراتبه اس علشان يتعاملوا مع الموقف. وطبعا جينوس بيتم استدعائه، واول لما بيخش للمقر البطل دوت بيبدا ان هو يتكلم معاه وبيعرف عن نفسه. انا اسمي بنجانا الثالث في الراتبه اس والملقب بالنبي الفضي. جينوس بيقول له طب هم فين بقيه الابطال؟ فبيقول له ما فيش غير انا وانت بس اللي جينا. وبعدها بقى بيعرفوا ان الكارثه اللي هتنزل على كوكب الارض ديت من مستوى تنين، وطبعا لو نزل انت عارف اللي هيحصل. ومنظمه الابطال بتعرف المواطنين باللي هيحصل، وطبعا اللي بيحصل هو عباره عن هلع. جينوس بيتحرك وبيستخدم السلاح الجديد بتاعه، لسه بيكون هيهجم على النيزك، ولكن البطل المدرع دوت بيجي اللي من الراتبه اس واسمه بوفي، وبيقول لجينوس ما تتحركش انت، انا جاي هنا علشان استخدم الاتي الجديده مش علشان اساعدكم. بالفعل بيستخدم الصواريخ بتاعته وبيهجم على النيزك بس بدون اي فايده. جينوس بيعمل نفس الكلام وبيستخدم اقوى هجوم عنده، بس اللي بيحصل اولاني بيحصل تاني، وجينوس جاب اخره ومش قادر يتحرك. كده ما بقاش بس غير 9 ثواني والنيزك ينزل، بس انت فاكر ان المدينه هتتدمر والمعلم قرع سايتاما موجود في المكان. قولها معايا يا صديقي، لا 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 والله. بيظهر وبيقول البنج خد جينوس وامشي من هنا. Gonna fall my town! وهو دوت اللي بيحصل يا صديقي. هشم النيزك بالكامل. وعلى الرغم ان سايتاما دمر النيزك ولكن في حاجه حصلت. الحطام اللي ناتج عن الانفجار اللي سايتاما سببه بينزل على المدينه وبيبدا ان هو يدمر فيها. المهم الاوضاع بعد ما بتستقر جينوس بيقول لسايتاما يا ريتهم استدعوك بدل ما كانوا استدعوني، انا اكتشفت ان انا ضعيف جدا. سيبك من الهبل دوت، هو انا الرتيبه بتاعتي زادت علشان انقذتهم ولا لا؟ فده بقى بيعرفوا ان هو قفزه كبيره من الرتيبه 442 للرتيبه 5 في الرتيبه سي. بس جينوس برضه بيكون مستغرب عشان النيزك اللي نزل دوت كان بمستوى تنين، يعني المفروض سايتاما يترقى ويكون من الرتيبه اس زيه. هو صح يا جينوس، هو الخطر دوت ليه مستويات واسامي وكده؟ فدوت بيقول له ايوه، يعني مثلا الخطر من مستوى نمر دوت بيهدد حياه بشر كتير جدا، اما بالنسبه للخطر من مستوى شيطان دوت بيشل حركه المدينه بالكامل، اما بالنسبه للخطر من مستوى تنين دوت كفيل ان هو يدمر مدينه بالكامل زي النيزك اللي كان هينزل بس انت انقذتنا. واخر خطر هو من مستوى الملوك، والخطر دوت لو ظهر ممكن يبيد البشريه عن بكره ابيها. نرفضه انا فهمت دلوقتي كل حاجه، انا لازم انزل دلوقتي علشان اطمن على المواطنين. وبالفعل بينزل والمدينه اغلبيتها بتكون مدمره، وساعتها بيظهر الاصفر دوت اللي بيقول اهلا بالبطل ولا الشرير اللي دمر النيزك، وبسبب كده بيوتنا دلوقتي متدمره ومش عارفين نعيش فين. ولقوا كل الناس تحت عمالين يصرخوا باسمه ان هو شرير لانه تسبب في تدمير المدينه، وكلهم بيقولوا له انت لازم تعتزل كونك بطل، انت شرير. ودوت واقف زي الجبل وبيسمع كل كلمه بيقولوها وبيكون عامل نفسه خراس. الاتنين دول بيهجموا عليه وبيحاولوا ان هم يضربوه، بس دوت بيضرب الاول قلم بيجيبه على الارض، التاني بيهجم عليه فدوت بيمسكه من صباعه وبيخليه عامل زي الكلب حرفيا. بعدها بقى بيعلي صوته بيكلم كل اللي موجودين، ايوه انا اللي دمرت النيزك، اللي عنده احتراض يجي يضربني، انتوا المفروض تحيوني علشان انقذتكم، تبا للسيارات تبا للبيوت، انتوا المفروض تيجوا تشكروني، انتوا بتلوموني ليه؟ جينوس بيجي له وبيقول له كفايه كده، والاتنين بيمشوا. وجينوس بيقول له ما تيأس، لو الكل كرهك وكله بقى ضدك انا الوحيد اللي هبقى معاك، عقبال لما نخليهم كلهم يحترفوا بقوتك وانك بطل مش شرير. وسايتاما هنا بيفهم ان جينوس فعلا بيحبه ومش جاي علشان يستفيد منه وخلاص. وتاني يوم بقى في المدينه بيظهر وحش اخطبوطي عملاق وبيقول لهم انا من جنس البحر. سايتاما بيظهر له وبيديله بنيه بيفرتكوا تماما، وطبعا ملوك البحر اول لما بيعرفوا باللي بيحصل دوت وان المرسول بتاعهم مات بيخرجوا وبيبداوا ان هم يعيشوا في الارض فساد. بس البطل ستينج بيظهر وبيقول انا هدافع عن البشر، بيهجم عليهم وبيقدر ان هو يقتل كام واحد منهم، بس الكتره بتغلب الشجاعه يا صديقي. واخر واحد من
مش بيقدر ان هو يهزموه. سايتاما وجينوس اول ما بيسمعوا باللي بيحصل ده هو بيتحركوا على طول، ومستوى خطوره الوحوش ديت من المستوى نمر، يعني مستوى كارثه. كل الابطال اللي في المدينه اول ما بيسمعوا الخبر بيتحركوا، حتى بطل العجله. وملك البحر بيكون بيمشي في المدينه كده وبيكون فرحان بنفسه جدا، علشان البشر الوضعيين اول ما عرفوا ان هو جاي يخلوا المدينه بالكامل. وفي بطل من الرتبه ايه اسمه ماكس بيكون بيراقبوه من بعيد، بس في لمح البصر بيظهر من ورا. طبعا دوت بيخاف، لسه بيكون هيدا اي ردة فعل، ولكن خلاص هي واحده منه كانت كفيله ان هي تطيروه. بيقاوموا بيحاولوا ان هو يسيبه بس بدون اي فايده، وبسبب التدمير اللي بيحصل دوت المساجين بتبدا ان هي تهرب، واللي بيكون منهم سونيك. واحد من الراتبه اس وبيكون اسمه بروي. من الراتبه اس ولكن اهبل جدا يا صديقي. ملك البحر بيجي لهم وبيقول لهم انا مش جاي هنا علشان الهو، وبيهجم عليه بهجمه بس دوت بيردها له، وشكله كده مش سهل. هو باين ان هو متماسك، ولكن الضربه اللي ملك البحر اداها له ديت كانت قويه جدا، بس هو بيقول انا مش لازم اخسر. اما سونيك بقى هو في تلك الاثناء بيكون عمال يفكر، هو الوحش اللي قدامي دوت من مستوى الكارثه صح؟ انا لازم استخدم عليه مهاراتي الجديده، بس بعد ما تخسر انت ايها اللهبال. لوي بيعزز جسده وبينط وبيفضل يهجم على ملك البحر بهجمات قويه وصاروخيه في نفس الوقت، ولكن هو اللي بيتضرر. اما التاني بقى بيقول له هو دوت كل اللي عندك ولا ايه؟ وبأم واحده في التانيه في التالته وبيفضل يخرتق في جسمه بهجمات قويه جدا. انت يا القصير دورك جه مش كده؟ ايوه تعالى هجم عليا. بالفعل بيهجم عليه بس دوت بيقدر ان هو يتفاداه وبيديله واحده في دماغه. طبعا الوحش بيتضايق وبيفضل يهجم عليه، بس سونيك سرعته خرافيه ومش عارف يسيبه تماما، وسونيك عمال يستفز فيه وبيقول له انت بطيء جدا. انا بطيء وبيتجن جنونه حرفيا. وفي لمح البصر بيكون ورا سونيك، ودوت اللي بيسيبه في حاله صدمه علشان قوته وسرعته زادوا جدا. انت كنت بتقول عليا انا ضعيف مش كده؟ سونيك بيحاول ان هو يهرب منه، ولكن دوت سرعته بقت اسرع من سونيك حتى، وبيقدر ان هو يمسكه. سونيك علشان ما يموتش بيسيب هدومه ليه وبيهرب علشان ما يموتش، وجينوس بيكون وصل للمنطقه دي، وسايتاما وبطل الدراجه هما الاثنين بيكونوا وصلوا هما كمان. ومنظمه الابطال بترن على سايتاما وبتعرفوا باللي بيحصل، فهو بيقول لهم انا هتكفل بالوحش دوت لوحدي. هما بيبصوا على الحساب بتاعته بيلاقوها ممتازه جدا، فبيقولوا له تمام، بس المشكله ان الملك وصل عند المبنى اللي فيه البشر على طول، بيقتحم المكان وبيكون مخوف كل اللي موجودين. بس سنيك هو وكم بطل بيظهروا له وبيحاولوا ان هم يعطلوا شويه بس بدون اي فايده، وكلهم بيتهزموا. في لحظه جينوس بيظهر وبيقولوا انت ملك البحر وفاء يعني لو كنت انا جاي هنا علشان ابيدك، وبهم بيدوا ضربه حرفيا خارقه تم اباده الوحش وكله بيحيي باسمه. ولكن هو بيظهر من وراه بيدوا واحده بيرزعه في الحيطه وبيكون خلع له ايديه. لكمتك كانت قويه بس مش هتقتلني. جينوس اول ما بيلاقي ان الموضوع خطر بيطلب من المدنيين ان هم يهربوا، وبالفعل بيحاولوا ان هم يهربوا، بس دوت بيقول لهم انا ما سمحتش ان اي حد منكم يهرب، وبينطلق علشان يقتلهم. بس جينوس بيجي له. المعركه ما بيني وما بينك لسه ما خلصتش، والاثنين بيدبوا في بعض بسرعه خارقه، والتفوق بيكون لجينوس اللي بيرفعه لفوق وبعد كده بيحرقه، وبعد كده بيديله واحده برك بيعميه وبينزل عليه برجله وبيرزعه في الارض، بس دوت مش بيتاثر تماما. وعلشان يشتت انتباه جينوس بيهجم على البنت ديت بمخدر غريب. جينوس على طول بيخاف وبيتصدى ليها. ايوه المخدر دوت لو كان دي فيها كان بدها، وجينوس البدله بتاعته بتدوب تماما. طبعا هو بيستغل الموضوع وبينزل ضرب فيه. انت لو كنت لوحدك كنت زمانك قدرت انك تقتلني، بس انت حبيت تحمل بشر. ايوه الكائن الوضيع. لسه بيكون هيخلص عليه، ولكن هنا بطل الدراجه بيظهر بيهجم على ملك البحر، بس دوت بيصد وبيسلم عليه، والسلام بتاعه بيكون تقيل شويتين ثلاثه، بس دوت مش ناوي يستسلم، ودوت اللي بيستفز ملك البحر اكتر. انا عارف ان انا مسل الشفقه وضعيف، بس انا ما ينفعش ان انا استسلم. طب انت جيت هنا ليه؟ انا جيت هنا علشان اواجهك. كل اللي موجودين اول ما بيسمعوا الكلام ده بيبداوا ان هم يشجعوه، بس قوه التشجيع ملهاش اي لازمه قدام ملك البحر اللي بيديله ضربه بيطيره بينزل على كتف سايتاما. بيبص جنبه بيلاقي جينوس في حاله يرثى لها. خليك مستريح انا هقضي على الزباله دوت. بتقول على مين زباله؟ وبيديله واحده في دماغه، بس دوت مش بيتاثر. لكمتك كانت ضعيفه جدا. انا ملك البحر، انا من اول يوم اتولدت فيه وانا ملك، ما ينفعش حقير زيك يقلل من قوتي. طب انجز بقى علشان عايز اروح. انت ازاي بيكلمني بالاسلوب دوت؟ بيهجم عليه، ولكن بوم سايتاما بيفرتكه تماما لدرجه ان النطره اللي كانت شغاله بتقف. يا انا كان نفسي انك تسليني شويه. وكله بيبدا يفرح، بس ساعتها في واحد اصفر كده بيطلع وبيقول دوت واحد من الراتبه السي، ازاي يقدر ان هو يقتل وحش؟ ابطال من الراتبه ايه ما عرفوش ان هم يعملوا معاه اي حاجه. طبعا الوحش تعب من كتر المواجهات اللي خدها، وسايتاما ظهر كالبطل وقضى عليه. فسايتاما بيقول له بالظبط كده لو حد سالك مين اللي قتل الوحش دوت قول نفس الكلام اللي انت لسه قايله. وتاني يوم بقى بيرجعوا للمدينه زد بعد ما جينوس صلح نفسه، وجالهم كميه رسائل ملهاش اول من اخر من الفانز بتوعهم، وطبعا كلهم لجينوس، مفيش بس غير 2 لسايتاما. رساله شكر والتانيه بتكون من منظمه الابطال اللي بيبلغوا ان هو اترقى للدرجه الاولى من الراتبه سي، وبيستدعوه وبيعملوا معاه مقابله. وهم قرروا اصلا ان هم يرقوه علشان هو اثبت نفسه في الاختبارات بتاعه التسجيل. لا وكمان دمر نيزك وقضى على ملك البحر. انت فعلا تستحق الترقيه. وهو بيقول في نفسه انا لازم اترقى، انا مش هفضل في القاع وجينوس في
كم هو تلميذي ما ينفعش. وبعدها خد بعضه ومشي وبيكون فرحان وقرر ان هو يحتفل، فخش للمطعم دوت وطلب اكل. وهناك قابل بطل الدراجه اللي سايتاما بيحييه على شجاعته علشان واقف قدام ملك البحر على الرغم ان هو ضعيف. طبعا هو بيفرح بالكلمتين دول جدا. ننتقل بعد ذلك لماي ماسكي اللي واحد من المنظمه بيجيله بيعرفه ان سايتاما اترقى وبقى من الراتبه بيه في فتره وجيزه جدا وكله بيتكلم عنه. فده بيقول له انا ما بهتمش غير بالابطال اللي من الرتبه ايه او من الرتبه اس اللي شبهي وبنفس قوتي. فالمسؤول بيوروا له الفيديو بتاع سايتاما لما قضى على ملك البحر بلكمه واحده، والسرعه بتاعت لكمته كانت خرافيه لدرجه ان احنا مهما بطأنا ما بنقدرش اللي احنا نشوفها. وتاني يوم الصبح ملك الديناصورات بيتحرر من سباته وبيقول البشر ختموني بس انا دلوقتي اتحررت وانا هاجي احكم عليكم بالاعدام. المنظمه بتعرف وجوده فبتفضل تهجم عليه بالصواريخ وما الى ذلك بس بدون اي فايده. ساعتها في بنت صغيره بتنزل تقف قدام التنين وهو بيقول لها انت لو عايزه تقتليني لازم تنزلي عليا نيزك. فهي بتقول له تمام، وفعلا بتنزل عليه نيزك. طلبتها ونلتها يا معلم وبتبيده تماما. بس مين ديت اصلا؟ ديت بطله واسمها تسوماكي ورتبتها اس من الدرجه الثانيه. ننتقل بعد ذلك لسايتاما وجينوس اللي بيكونوا عند بنج وهو عمال يستعرض في مهاراته. وبنج بيقول لهم ان المكان اللي انتم موجودين فيه دوت المدرسه بتاعتي وانا بعلم فنون القتال ودوت افضل تلميذ ليا. طبعا الواد بتاخده الجلاله وبيروح يهجم على جينوس بس دوت بيخنقه خنقه الموت. فبيقول له انا بستسلم. جينوس بيقول له هو دوت اقوى تلميذ عندك؟ فبيقول له بص يا معلم انا مش هكدب عليك، اقوى تلميذ عندي اتجن جنونه حرفيا واسمه هو جورو، وهو كان عدواني شويه. انا طبعا ما عجبنيش الموضوع فضربته وخليته يمشي من المدرسه. وهما بيتكلموا كده في واحد من المنظمه بيخش عليهم وبيقول لجورو المنظمه بتستدعاك علشان في كارثه دلوقتي هتنزل على كوكب الارض وانت يا جينوس طالما انك من الرتبه اس يبقى انت لازم تيجي. جينوس بيقول لسايتاما طالما انك موجود هنا يبقى انت لازم تيجي معانا علشان انت قوتك ضروريه. طبعا دوت بيفرح وبيقول له يلا. وبيقابل واحد هناك من الرتبه اس وبيكون كده مغرور. سايتاما بيحاول يتكلم معاه بس دوت بيقول له انا ما بتكلمش غير مع الاقوياء. باجي بيحاول يعرفه ان الشخص دوت قوي بس دوت ما بيسمعش. وتاتسوماكي هي كمان بتظهر وبتفضل تتريق على سايتاما علشان هو من الرتبه بيه. المهم اخيرا بيجتمعوا مع بعض كل ابطال الرتبه اس موجودين هنا وشكلهم كده مغرورين. لا مش مغرورين خالص، دول عباره عن خروجات تافهين بطريقه مش طبيعيه ودول اقوى اشخاص في كوكب الارض بالكامل بس اقوى واحد فيهم ما بيكونش موجود. والغريب اللي بيكون قاعد في وسط كل دول هو سايتاما اللي من الرتبه بيه. وطبعا كل اللي موجودين ما بيكونوش عارفين قوته. واخيرا بيجي لهم واحد من المسؤولين وبيقول لهم احنا كنا بنعرف اغلبيه الكوارث اللي بتحصل لكوكب الارض من خلال عرافه، والعرافه ديت مفيش نبوءه ليها كانت خاطئه. النبوءات بتاعتها بتكون دقيقه 100% بس المشكله ان هي ماتت وقبل ما تموت سابت رساله ومكتوب فيها ان الارض في خطر. لذلك انا استدعيتكم علشان تكونوا على اتم الاستعداد. الكلام ده بينزل عليهم حرفيا كالصاعقه بيزلزلهم من جوه وبيكونوا خايفين جدا. بس برضه بيكون في منهم اللي مش خايف اصلا علشان هو مش مؤمن بالنبوءات. سايتاما بيتكلم بكل جديه وبيقول لهم طالما اللي انا موجود يبقى انتوا لازم ما تقلقوش. بس ما حدش بيعبروا. المسؤول بيكمل كلامه وبيقول لهم انتوا لازم تكونوا على اتم الاستعداد لان الكارثه ديت ممكن تحصل دلوقتي، ممكن تحصل كمان شويه، ممكن تحصل كمان سنه. وهم بيتكلموا كده في زلزال بيحصل في المكان. ايوه الكارثه ظهرت في 5 شياطين بيظهروا بيهجموا على المبنى بتاع الابطال. لسه هيكملوا على المبنى فجاه كلهم بيموتوا واللي عمل فيهم كده ما بيكونش بطل، لا ده وحش زيهم. وفي كمان سفينه عملاقه بتظهر في وسط المدينه وبكده الكارثه حصلت. وبنشوف احد الوحوش بقى اللي نزل على كوكب الارض وهو عمال يدمر في الناس. في لحظتها البطل دوت بيظهر وبيبدا ان هو يدافع عن البشر. المدينه اتدمرت في لمح البصر. جينوس لسه بيكون هيقول لسايتاما يلا نتحرك ولكن دوت اصلا بيكون اتحرك وبيكون واقف قدام السفينه العملاقه بينط وبيحاول يخش ولكن في لحظتها في صواريخ كتيره بتتهجم عليه. دوت بيقدر ان هو يصد الاول التاني بيكون هيسيبه ولكن دوت بيديره بالرجل وبيقول له ارجع حيث كنت. الله عليك يا عم سايتاما. نرجع للبطل ابو السيف اللي كان بيقاتل الوحش دوت اللي بيكون منهك تماما. الوحش ما بيدولوش اي فرصه وفي لمح البصر بيقدر ان هو يطير دراعه وبيقسم نفسه لاكتر من جزء ولسه بيكون هينتشر ولكن البطل اللي اتريق على سايتاما بيقسمه نصين. بس دوت بيتجمع مره ثانيه ولكن في اي حاجه. وبنعرف ان السفينه ديت والوحوش ديت جايه من الفضاء وفي لحظتها في 3 من الرتبه اس بينضموا ليه وبينزلوا ردم فحت فشخ في الوحش. والكارثه اللي نزلت على كوكب الارض ديت مش نمر ولا شيطان ولا حتى تنين، الخطوره بتاعتها هي الملوك اللي ممكن تبيد البشريه عن بكره ابيها. وفي تلك الاثناء بقى جينوس وتاتسوماكي بيطلبوا من كينج سابع اقوى واحد على كوكب الارض ان هو يساعدهم. بس ده بيقول لهم انا مش قادر ان انا قاتل. تاتسوماكي ما بيكونش عاجبها الموضوع بيكون لسه يتخانق معاه ولكن جينوس بيقول لها خلاص انا هساعدك. ما تختارش بنفسك انا ده ممكن ادمرك في لمح البصر. هو ما بيلاقيش اي فايده منهم فبيقول خلاص انا مش هتعاون معاكم.
كده كده البطل سايتاما دخل جوه. بالفعل سايتاما بيكون جوه وقتل اغلبيه الوحوش اللي هناك، وهو بيجري كده الوحش دوت بيظهر له، بيفضل يتفشخر بنفسه بس دوت بيطير دماغه وبيكمل في طريقه وعمال يدمر في السفينه. زعيم الوحوش بيحس باللي بيحصل وبيعرف ان اغلبيه حراسه ماتوا، لذلك بيتحرك من على العرش اللي كان قاعد عليه، لان كل اللي على السفينه حسوا بقوه سايتاما المرعبه. وبالمناسبه اسمه باروس. اللي بيعرف من اتباعه ان سايتاما دمر 23% من السفينه في خلال 4 دقايق بس. لا وكمان قضى على اقوى المحاربين بتوعنا. هو طبعا بيكون مصدوم ازاي يموتوا، دول اقوى محاربين في الفضاء بالكامل. هو انت مين ايها الاصلع؟ نرجع مره تانية للوحش اللي بيقتل 4 من الراتبه اس، اللي مهما يخرطوا فيه بيقوم تاني. وهو بيتقاتل مع الابطال كده ساعتها بتجيله رساله في دخيل دلوقتي في السفينه انت لازم تتعامل معاه. فده هو بيعرفوا ان هو دلوقتي بيقاتل 4 من الابطال من الراتبه اس، فانا مش فاضي دلوقتي. هو عمال يكلم كده ال3 بيهجموا عليه، اما الرابع بقى بيكون بيقاتل جزء منفصل عن جسده. اللي دراعه اتقطع بيقول لهم انتوا مهما تضربوا فيه هو مش هيموت، مهما تقطعوا فيه برضه بيتجمع مره تانية. لذلك خلينا ننسحب ونحط خطه، ولكن دول رافضين. احنا هنفضل نضرب فيه عقبال لما ما يعرفش يتجدد مره تانية. والوحش دوت اصلا مشغول وما بيكونش بيقاتلهم بجديه، علشان بيكون بيتكلم مع اللي موجودين في السفينه. اللي بيعرف منهم برضه ان سايتاما المره دي قضى على نص الطاقم بالكامل بتاعهم، وهو سرحان كده بيتدمر بالكامل. وفي بلوره بتظهر منه دوت على طول بيديها واحده بيدمرها. ايوه ديت نقطه ضعفه. على طول بيعرف البيان ان هم لو دمروا البلوره اللي بتخرج منه هيقتلوه. بالفعل ال3 بيهجموا عليه في نفس اللحظه وبيبداوا ان هم يشرحوا فيه ومستنيين البلوره تخرج منه. نروح بقى لسايتاما اللي موجودين هناك بيقولوا له انت مش ناوي تخرج من هنا بقى ولا ايه؟ فهو بيقول لهم انا ضايع، انا بحاول ان انا اخرج بس انا مش عارف ينفع ترشدوني اخرج من السفينه ديت. فالوحش ده بيقول له انا لو ارشدتك انت هتخرج؟ فبيقول له ايوه تمام احود يمين. دوت بيتخابس وبيقول تمام انا رايح شمال، وبيكون بيجري زي اللهبل. وفي الاخر بقى بيوصل عند الاخطبوط اللي بيتعصب وبيستخدم قوته الكامله، وقوته هي الجاذبيه اللي بيهجم على سايتاما بيها، بس سايتاما مش بيتاثر تماما. ودوت طبعا اللي بيسيبه في حاله صدمه، مش فاهم ازاي مش عايز يقع الكائن دوت. بيستخدم قدرته الثانيه وهي التحريك الذهني، وبيهجم عليه بس دوت بيمسك طوبه وبيحدفها في دماغه بيقتله. وبعدها بقى بيسال على الزعيم باروس، وفي لحظتها بقى واحد من الوحوش بيقدر ان هو يحدد مكان مستر جرز، ودوت الوحش اللي بيقتلوا بانجو والبقيه. وعلى طول بينزل عليهم بالصواريخ ملهاش اول من اخر، ومستر جرز بيقول لهم خلاص حانت نهايتكم. بس تاتسوماكي بتتدخل وبتقدر ان هي توقف كل الصواريخ، لا وكمان رجعتها على السفينه. منكم واليكم بقى. مستر جرز بيتجنن جنونه وبيفضل يهجم عليهم، بس دول بيقدروا ان هم يكتفوه. بانج بيقدر ان هو يطلع اول بلوره منه وبيدمرها كده، ما بقاش بس غير اخر بلوره. طبعا ده هو بيتجنن وبيضرب واحده البانج بيطيروه، وبيقول طفح الكيل انا كنت بتسهل معاكم انا هقتلكم هنا ودلوقتي، كفايه مماطله بقى. تاتسوماكي بتسمع الكلام دوت من هنا بتتحكم في اغلبيه الحجر اللي موجود وبتهجم على السفينه. فعلا قوه تاتسوماكي مرعبه جدا، بترعب كل اللي موجودين حرفيا، اسكان من الوحوش او من البشر. وقتها البطل كيشي من الراتبه اس بيروح للجينوس وبيقول له اسمعني، ميتال نايت هو عدوك، خلي بالك انت قصدك ايه، هتعرف كل حاجه في الوقت المناسب. مستر جارز بيبدا بالهجوم عليهم، بس ابو سيف ده بيتصدى ليه، لا وكمان بيقطع دراعه ولكن بدون اي فايده. وفي لحظتها بقى بانج بيقوم وبيكون لسه حي، ودوت اللي بيشتت الوحش. طبعا ابو سيف ما بيدروش اي فرصه وبيقطعوا الاجزاء، ولكن برضه بيتجدد. بانج بيقول له انت ضايقتني وانا عرفت دلوقتي الجوهر بتاعك موجود فين. وبوم بيخرم دماغه وبيطلع البلوره وبيدمرها. انت قلقتنا عليك عجوز، ما تقلقش عليا، اقلق على نفسك ايها الشاب. سايتاما بقى وفي تلك الاثناء بيقدر ان هو يحدد مكان باروس وبيخش على دخول رايب بيسبب حريق. باروس اول لما شافه حس بقوته المهوله. انت زعيمهم مش كده؟ على فكره انا مذهول من قوتك. انت اسمك ايه؟ انا اسمي البطل سايتاما، خد السفينه بتاعتك واهرب من هنا لو مش عايز تموت. على فكره انت وقح جدا. انا هعرفك على نفسي شويه، انا اسمي باروس وانا كائن فضائي. زهقت من كتر ما انا عمال اقتل في الفضائيين الضعفاء، بس ساعتها انا سمعت نبوءه، وهي ان في شخص هيتولد على كوكب الارض بقوه مهوله جدا، وها قد جاء، وانا بقالي 20 سنه بسافر علشان اجيلك، لذلك ارجوك انعش كياني من جديد. سايتاما بيديله واحده بيرزعه في الحيطه. سايتاما بيكون فاكر ان هو قضى عليه، بس دوت بيفاجئه وبيقوم. باروس بيقول له كويس جدا انك دمرت الدرع بتاعي لانه كان بيختم قوتي، وفي ثانيه لثانيه بيتحول وقوته بتزيد بطريقه مش طبيعيه. انا جاي لك. وفي لمح البصر بيكون جنبه وعمال يهجم عليه بسرعه خارقه، بس سايتاما بيتصدى لكل هجماته، وهي هجمه من هنا على هجمه من هنا، والقتال ما بينهم خرافي. وفي الاخر سايتاما بيقدر ان هو يطير دراعه وبيقول له على فكره انت قوي جدا. فدوت بيقول له انت عجبتني يا سايتاما، والاتنين بيتحركوا بسرعه خارقه. وبعدها باروس بيلزقوا في الحيطه، بيهجم عليه مره تانيه، ومن قوه الهجمه بيخرجوا بره السفينه. وسايتاما كده شكله في وضع حرج. على فكره انت اول مخلوق اقتله ويكون ند ليا، لذلك انا هحرر كل القوه المختومه اللي كانت في جسدي. بالفعل بيعمل كده، وفي لمح
الحراسه بيكونوا ورا سايتاما وبيدوا له واحده بيلوح دماغه، بس دوت مش بيقع. نتيجه المعركه اصلا كانت متحدده من قبل ما اجي على كوكب الارض، لاني بمتلك قدره علاجيه وقوه بدنيه وطاقه كامنه في داخلي لغايه دلوقتي ما طلعتهاش. الجرح اللي انت بتسببه لي بتكون فاكره ان هو مميت دوت عباره عن قرصه ناموس بالنسبه لي، بينما انت بتتاثر. اخرس، كفايه كلام بقى. لا لسه، انا عايز اقتلك اكتر واكتر يا سايتاما. هو بيستخدم الانفجار النيزكي، وفي لحظتها بيكون قدام سايتاما ونازل في ردم فحت فشخ فاتي فيه. الطاقه الكامنه اللي في جسدي دلوقتي بتتحول لدفاع، لو كمان سرعتي بتزيد وقوتي لدرجه غير محدوده. سايتاما بيكون طاير في الهواء ودوت بينطلق عليه بسرعه البرق، بيديله واحده في بطنه خارقه من قوتها بيطلعه على سطح القمر، وسايتاما مش قادر ياخد نفسه. بس ساعتها بيقوم وبيرجع لكوكب الارض، وباروس بيقول انا استخدمت ورقه الرابحه اللي بتستنزف من حياتي. لسه هيكمل كلامه لقى سايتاما رجع له. من قوه نزول كوكب الارض السفينه حرفيا بتتقلب. باروس ما بيكونش مصدق اللي هو شايفه قدام عينيه، بس بيتدارك الامر وبيروح يهجم على سايتاما. بيحاول يسيبه بس خلاص دوت بيديله بنيه بيطيره. باروس لسه هيتكلم ولكن دوت بيلاقيه قدامه وبيهجم عليه بكميه لكمات لا تعد ولا تحصى وبيفرتكه تماما. بس دوت بيتجدد وبيقول انا همحوك من كوكب الارض، وبيستخدم اقوى هجوم عنده هو زير مدفع الانفجار النجمي. ودي بقى هي ردة فعل سايتاما يا صديقي. اللكمة دي كانت كفيلة ان هي تهزمه. باروس بيقول له على فكرة انا استمتعت جدا. سايتاما بيقول له نفس الكلام، بس دوت بيقول له كفاية كده، انت ما خدتش المعركة ديت اصلا على محمل الجد منذ البداية. انا اول لما اموت المحرك اللي بيحرك السفينة هيتدمر، وبالفعل اول لما بيموت بيتدمر، والسفينة بتبدا ان هي تقع والابطال بيحاولوا ان هم يهربوا. وبعد ما بتنزل ماي ماسك بيظهر عند الابطال من الراتبة اس وبيقول لهم المدينة ايه اتدمرت بسببكم ايها الفشلة. طب انت اختفيت فين بدل ما انت عمال تتكلم معانا بكل بجاحة كده؟ انا كنت بعيد عن المنطقة، واول لما سمعت بالانفجار جيت جري على هنا، بس المعركه خلاص خلصت واحنا تولينا الامر. فدوت بيتعصب وبيقول لهم هو انتوا فاكرين ان دوت انتصار؟ انت عمال تلومنا كده، هو انت في صفنا ولا في صف مين؟ انا في صف العداله، وانتوا طبعا عارفين ليه انا فضلت في الراتبه ايه، علشان ما اكونش حساله زيكم من الراتبه اس. وفي لحظتها البطل ميتال نايت بيظهر. جينوس على طول بيروح له، انت جيت هنا علشان تستحوذ على التكنولوجيا اللي موجوده في السفينه الفضائيه مش كده؟ بيقول له بالظبط كده وبيسيبه وبيخش للسفينه. بعدها بقى ماي ماسك بيقتل الوحوش البقيه اللي نزلوا من السفينه بدون اي رحمه، وبيقول للجينوس انت خيبت ظني فيك. بس دوت مش معاه وبيفكر في سايتاما، الا اخيرا بيخرج من السفينه وبيقابل تاتسوماكي قدامه اللي بتكون عماله تشتم فيه علشان هو من الرتيبه بيه وما ينفعش ان هو يكون جوه مكان العدو. بس دوت بيطنشها وبيقول للجينوس يلا بينا نمشي، انت هزمت الزعيم؟ ايوه انا هزمته، على فكره هو كان قوي، انت ازاي بتتجاهلني ايها الاصلع وانت ايها الروبوت؟ جينوس قول لها حاجه، اخرس ايتها الطفله. ايوه اديها. وهي بترزعه في الحيطه وبتقول له ما تنساش نفسك يلا. المهم بعدها بفتره بقى المدينه ايه بتبدا ان هي ترمم نفسها، ومنظمه الابطال بتبني برضه مبنى ليهم تاني. وبعد ما الاوضاع بتستقر تماما في وحش من عالم السفل بيخرج وبيكون كارثه من مستوى تنين. سايتاما على طول بيخش عليه وبيديله واحده بيفرتكه تماما، وبيفضل يندب علشان يتهزم بضربه واحده. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الموسم الاول، واللي عايز الموسم الثاني ولا لا. ولو انت حبيت الانمي دوت يبقى انت لازم تشوف افضل انمي ملاكمه على مر التاريخ هاجموني ابو، وهو اللي ظاهر قدامك دوت يا صديقي. وما تنساش تعمل لايك واشتراك، ودمتم في رعايه الله. سلام.